هاتوا المغرب، ها هو المغرب، ايوا هاتوا الصداره. المنتخب الوطني المغربي كيربح السعوديه للمره الثانيه على التوالي في كاس العرب، وكيتاهل على راس المجموعه الثانيه ب7 ديال النقاط باش يتلاقى المنتخب السوري الشقيق في دور ربع النهائي. المباراه كانت متكافئه نوعا ما، مع افضليه نسبيه للمنتخب السعودي اللي بدا بخطه مغايره 5-4-1 عوض 4-3-3 اللي مولف على ايرفيرونا دائما، بعنصر واحد اللي هو اساسي، هو صالح ابو شامات اللي خلق مجموعه من المشاكل الخط الوسط وخط الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. تغيير النظام اللاعب ديال المنتخب السعودي خلق بزاف ديال الفراغات، والدليل ان الهدف الوحيد جاء من واحد المساحه بقات بين خط الهجوم وخط متوسط الميدان ديال المنتخب السعودي. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا ان المنتخب السعودي لعب فريق احتياطي، فالمنتخب المغربي لعب بالفريق الرديف. اما الفريق الاول كيبريباري الكوب دافريك غتنظم في بلادنا ان شاء الله. علامه استفهام كبيره كانت على المستوى ديال بعض العناصر، ابرزهم ربيع حريمات ووليد الكرتي، في حين بالنسبه لي انس باش كان رجل المقابله. بزاف الناس كيقولوا ان المشكل كان في التوظيف ديال اللاعبين، لانه مثلا بركاوي كيلعب كمهاجم او جناح ايسر احسن من جناح ايمن، وبالنسبه لزحزوح كيلعب في ميو تيران احسن من جناح ايسر. من بين المشاكل اللي كان عندنا هو طريقه الخروج بالكره، واننا ما كناش كنربحوا الدوزيام بال، وخصوصا في هذه المنطقه هذه. وعلامه استفهام اخرى على الطريقه باش سالنا المباراه، تراجع كبير بزاف، ما عرفتش واش هو اختياري ولا غير ضغط المباراه اللي خلانا نرجعوا للور ونكملوا المباراه بخمسه ديال اللاعبين في الدفاع. سكيتيوي نجح في انه يؤهل المنتخب ب7 ديال النقاط، ولكن اغلب المغاربه ما راضيش على الاداء. واخا الاداء ماشي مهم في لي كومبيتيسيون فيرمي، ولكن قياسا بالاسماء اللي عندنا كان بالامكان افضل مما كان. المنتخب السوري ماشي منتخب سهل، وعندهم عناصر اللي يقدروا يخلقوا لنا بزاف المشاكل، ابرزهم عمر خريبي، ونتمنوا نكونوا غالطين.